ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ انا جبت لكم اختراع حلو جميل خالص، وانجي بنت اللي بتعمله دي. بس انا اكتشفت حاجه يا حبايبي، اكتشفت ان مواليد شهر 9 دول عسلات وامامرات وحاجات كده، فل حاجات بنات زي السكر بس. واكتشفت ان هم كلهم بيحبوا ورق العنب، محشي ورق العنب. ليه؟ مش عارفه ايه السبب ان مواليد شهر 9 بيحبوا ورق العنب. انا عندي 3 منهم مواليد شهر 9 بيموتوا في ورق العنب. فانجي بنت جابت بقى اختراع، قالت لك انا ما بعرفش الفه، هلفه كده، عملت لك اختراع يا ماما. فشوفوا بقى هي عملته ازاي. يا اختي حلوه والنبي، ده البت انجي بنت ديت بنت عسل. شايفين اهي الوقت هتشوفوا صباع المحشي ملفوف لفه بقى، ولا احسن ولا مكنه بقى، ولا نقعد نلف لا كده لا مش مظبوط لا مظبوط، لا نروح نجيب مكنه وما تطلعش وما تلفش الورقه الصغيره، بتلف الورقه الكبيره بس. اما انجي شايفين الاختراع بتاعها، بيلف صباع المحشي حاجه كده فل. البنات الحلوين الطعمين دول مواليد شهر 9 حبايب قلبي. اهو جابت كيس وقامت رايحه جايبه ورقه العنب. شايفين اصلا ورقه العنب صغيره قد ايه؟ ما تعملي لي لايك بقى بايدك الجميله ديت وانت قاعده بتتفرجي عليا كده. ما تعملي لي لايك بقى واشتراك حلو كده احسن. بصراحه القناه بقت حالتها صعبه قوي والنبي، بس المهم يلا. شايفين جابت صباع تاني اهوت وقالت تجربوا معاكم، والمره دي ورقه صغيره خالص. وشايفين بتسايس عليها ازاي، بتتنيها من الجهتين، وبعدين بتقوم رايحه مطبقه الكيس عليها بسكينه بمعلقه بشوكه باي حاجه، وتبدأي تشدي الطرف بتاع الكيس اهو، تطلع النتيجة كده. يا اختي حلوة ما شاء الله ما شاء الله. يلا بقى اسيبكم في رعاية الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تقولوا لي ايه رأيكم في الاختراع بتاع انجي.